طيب ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. بما ان انا غبت فتره طويله جدا، فانا جاي لك فيديو النهارده اعوض لك فتره غيابي اللي انا غبتها الفتره اللي فاتت ديت في قلب الفيديو بتاع النهارده. الفيديو النهارده يتكلم عن ازاي تفك رقمك لو محظور انتهاك مشدد او انتهاك معين. تعالى كده معايا اوريك الحظر اللي هو المشدد بيبقى عامل ازاي. بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بيجيلك: لا يمكن لهذا الحساب استخدام واتساب، لقد أكملنا مراجعتنا ووجدنا أن نشاط هذا الحساب يخالف شروط الخدمة لدى واتساب. وطبعا في تحت استخدام رقم تسجيل رقم جديد. وفي نوع حظر تاني بيبقى حظر اللي هو بدل تسجيل رقم جديد ديت اللي هو تقديم طلب مراجعة. ده بيبقى حظر عادي بيتفك خلال دقايق يعني. انما الحظر اللي انت شايفه قدامك ده من اتقل انواع الحظر حاليا في السوشيال ميديا. ده يعني ده زي ما كانش اتقلهم اصلا. تمام. ده يبقى حظر مشدد مبيتفكش غير بعد فترة، وعشان انت تفكه لازم تتابع مع الدعم الفني بتاع واتساب وتخش تكلمهم من كذا جيميل، من اكتر من جيميل. وطبعا لازم الجيميل ده يكون جيميل جديد انت ما استخدمتوش قبل كده ولا كلمت حد منه قبل كده او تواصلت مع الدعم الفني قبل كده. طيب خلينا بقى نخش كده في الشرح على طول. دي طبعا اكواد النهارده وكل الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهارده. طبعا انا كنت سايبها لك تحت في الوصف، تقدر تخش تحملها. ولو ما عرفتش تحملها هكون برضه سايب لك رقمين ليا تحت في الوصف، هتخش تكلمني هتقول لي انا ما عرفتش احمل التطبيق اللي عليه الاكواد، هبعت لك التطبيق وتحمله مع الواتساب عادي. طيب عندك هنا جيميلات الشركة، وعندك الرسالة ده الموضوع، وعندك الكود وده الكود التاني. انت هتعمل ايه؟ هتخش كده على تطبيق الجيميل. طبعا انا عامل جيميل جديد اهو، لسه ما بعتش منه قبل كده. انت كل اللي هتعمله هتضغط على كلمة انشاء اللي هي القلم اللي تحت دي، هتفتح معاك الواجهة اللي انت شايفها قدامك دي. زي ما قلت لك هيجي قدامك 3 خانات او 4 خانات. من ديت اللي هي الجيميل بتاعك، والى اللي هو هتبعت لمين، هبعت لسبورت واتساب اللي هي دي. هتيجي انت كده طبعا زي ما قلت لك هكون سايب لك كل اللينكات اللي هنستخدمها تحت في الوصف. هتيجي تدوس على اول جيميل بتوع الدعم الفني تاخده نسخ، تروح هنا تضيفه لصق كده. تمام. الى سبورت واتساب، هتاخد تاني بريد تعمل نسخ في التالت، وكالآتي بقى هتاخد كل بريد منهم تعمل له نسخ وتضيفه في الجيميل عندك. طيب انا هكتفي بدول وهرجع تاني اخد الموضوع كده اللي هتبقى عندك مكتوب الرسالة. هتاخد الرسالة ديت كده نسخ وتحطها لصق في الموضوع. هتيجي عند انشاء رسالة الكترونية، ترجع تاني للاكواد، هتلاقي حاجة عندك اسمها الكود. طبعا الكود ده انت تنزل تحت كده تنسخه من اول هنا وانت طالع. هناخد هنا الكود كده نسخ، تاخد نسخ كده. تمام. ترجع تاني لتطبيق الجيميل تحط كود لصق. طبعا مش هتضيف الرقم ولا هتضيف اي حاجة، كل اللي هتعمله هتضغط على ارسال او السهم الازرق اللي فوق ده، هتدوس عليها. طبعا هنا انا بعت للفريق الدعم اللي هو الفني بتاع الواتساب، وهنيجي هنا ندوس على البريد المرسل. طبعا ده البريد اهوت. تمام. طبعا الدعم هيرد عليك في خلال دقايق، مش هيكمل 5 دقايق وهتلاقيه باعت لك الرد. فانا هنا اوقف الفيديو عشان بس وقت الفيديو كده، وبعد ما الدعم الفني يتواصل معايا او يرد على الرسالة اللي انا بعتها هفتح الفيديو تاني. طيب
لو لاحظتوا الوقت كده يا اخواتي احنا كنا موقفين الفيديو عند 3:30 طريقة الدعم الفني رد علينا 3:31 يعني خد دقيقة واحدة عشان يرد علينا. تمام. طبعا كل حاجة بثبت لكم في الفيديو بالإثبات يعني في الفيديو عشان محدش يجيلي في الكومنتات بعد ما انزل كود بأسبوع أو بأسبوعين والكود أو البند يقف، حد يجيلي يقول لي الطريقة مش شغالة وأنت بتهبط. لا يا صاحبي، أنا كل حاجة بالإثبات في الفيديو أهو. ما تجيش أنت بقى بعد شهر ولا شهرين وتقول لي الكود مش شغال. هندوس هنا على كلمة ترجمة كده. ترجمة للعربية. تمام. هنا بقول لك دعم واتساب مرحبا، اعتبر نظامنا أنك انتهكت شروط الخدمة الخاصة بنا وبالتالي تم حظر رقمك. سيظل حسابك معلق نتيجة انتهاك. نحن نشجعك على مراجعة قسم الاستخدام المقبول، اللي هو باختصار يعني إنك انتهكت شروط الخدمة بتاعت الواتساب وعملت حاجات غلط. فهم بينصحوك إن أنت تروح تقرأ بالبنود اللي هم حاطين الواتساب عشان تقدر تستخدم واتساب تاني والرقم بتاعك ما عادش يتبند. تمام. فكل الكلام ده هبدي سيبك منه، انا بس بوريك الرد اللي اترد علينا. انت كل اللي هتعمله هتنزل تحت كده في حاجة عندك اسمها الرد على الكل اللي في النص دي، هتدوس عليها. طيب بعد ما نضغط الرد على الكل هنرجع تاني للصفحة اللي هي بتاعت الأكواد. هتلاقي عندك لما يردوا عليك ابعت الكود ده. تمام. اللي هو الكود ده هتاخده كده نسخ، تاخد الكود ده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده نسخ، وترجع تاني اللي هو على الرد على الكل وتحذف الجمل اللي انا حاططها دي او الفاصلة وتضيف الرقم بتاعك المحظور. وليكن مثلا انا هضيف الرقم ده، ثواني اجيب الرقم المحظور. طيب هو ده الرقم المحظور، فانت هتضيفه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. لو انت من مصر هتضيف -20، لو انت من اي دولة تانية هتشوف مفتاح الدولة بتاعك او رمز الدولة بتاعك وهتضيفه، وهتضيف الرقم بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهتضيف الكود وهتدوس على ارسال موافق. بس كده يا اخواتي احنا كده بعتنا لفريق الدعم بتاع الواتساب الكود، ولما رد علينا بعتنا له كود تاني اللي هو هيتفك بالرقم بتاعك. تمام. هنا فريق الدعم بيتواصل معاك في خلال 24 ساعة مش أكتر. لو أنت فعلا ما عملتش حاجة برقمك ده اللي هي حاجة معارضة لحقوق اللي هو واتساب أو اللي بنود واتساب، فهم هيفكوا الرقم بتاعك، هيردوا عليك برد اللي هو لقد رجعنا نشاط حسابك وتم فك الحظر عن حسابك. هترجع تاني الواتساب هيقولك لقد تم فك الحظر عن حسابك وهتستخدم حسابك تاني بدون أي مشاكل. تمام. وهنا يا اخواتي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.